حكاية قديس وشهيد. تعال نعرف صلاة القديسة إردينا أم الغلابة أم عبد السيد. رغم كل المشاكل اللي واجهتها في حياتها لكن كانت دايما قوية برب المجد ودايما بتصلي لرب المجد. القديسة إردينا إن لما اتولدت بعد 40 يوم ماتت مامتها وربتها أختها وباباها كان بيتعامل مع السحر. كانت القديسة لما بتلاقي كده هي وعيلة وعمرها ما مكملش 7 سنين كانت بتخاف جدا، لكن دايما كانت بتلاقي ربنا بيطبطب عليها بابا يسوع ويقول لها ما تخافيش انا معاكي، ومن صغرها دايما بتشوفه. وبرده لما اتجوزت راجل كان الراجل قاسي جدا، كان دايما بيضربها بجريد النخل حتى يعور كان جسمها كله من ضربها بجريد النخل لولا ما يسيبها بعد ما يعذبها عذابات شديده. ورغم ده كله لكن كانت دايما بتصلي لربنا صلاه جميله جدا وبتقول فيها يا ربي ما لي غيرك، ابات واصحى على خيرك، لا تنساني برحمتك ولا تحوجني لحد غيرك، احط على جنب اليمين اتشفع بالملاك ميخائيل، احط على جنب الشمال اتشفع بالملاك غبريال، احط راسي الملائكه حواليا حراسي، واحط ظهري وتوكل على ربي. صلاه القديسه إردينا ام الغلابه بركه شفاعتها تكون معانا، وربنا المجد الدائم للابد امين.